السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم صحة، اللهم امين. موضوعنا النهاردة ازاي تحولي عيوبك الشخصية لمميزات تخدمك في تعاملك مع النرجسي. زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. كتير جدا من ضحايا الشخصيات النرجسية هي أصلا خارجة من بيت نرجسي، وهو ده السبب الأساسي اللي وقعها أصلا في زوج نرجسي. فبتبقى الضحية خارجة عندها عيوب أصلا في شخصيتها، بيبقى أصلا هي عندها معاناة، يعني هي خارجة أصلا من معاناة سنين طويلة مع أحد والديها أو الاتنين كانوا نرجسيين، وبتستكمل المعاناة مع الزوج النرجسي. من أبرز الصفات اللي بتؤرق الضحية في تعاملها مع النرجسي وما بتقدرش إنها تغيرها بسهولة هو الاندفاعية في الغضب، هو إنها بتدافع عن نفسها، كمان إنها بتحاول دايما إنها تثبت وجهة نظرها وإنها هي اللي على حق. فبتحاول دايما انها تثبت صحة وجهة نظرها وانها هي اللي على حق، بس بغضب شديد بهجوم. فبتخلي النرجسي بيخطط لها بشكل كبير جدا وبينتقم منها فيما بعد. تمام؟ طيب، مش كده وبس، ممكن تكون من اكتر العيوب الشخصيه كمان هو الانطوائيه. يعني انسان واحده على طول عايزه تبقى لوحدها، واحده على طول. النرجسي طبعا ما بيحبش الوحده، النرجسي اكتر عدو للنرجسي هو الوحده. فالنرجسي بيبقى اكنه بالظبط عايد في صمت عقابي للنهار. التشاؤم، انها على طول متوقعه من النرجسي امور مش كويسه، هيخونها، هيطلقها، هيخرب البيت، هيطردها. الشخصيه المتشائمه دي دايما بتوجه سلوكها لامور لا ارادي انها تكون ضد النرجسي. خلاص، فالامور دي كلها بتخلي حياتها مع النرجسي معقده اضعاف اضعاف لو شخصيه متسامحه او شخصيه عندها مرونه في الكلام او مرونه في التفكير. خلاص، فبتلاقي نفسها النرجسي بياخد عنها انها مصدر امان، فبالتالي بيلم نفسه عنها. لكن الشخصيه اللي بتبقى انطوائيه متشائمه، مندفعه جدا في الغضب، مندفعه جدا في الحكم وفي القرار، بتوجه احكام على طول في وش النرجسي: انت خاين، انت مش كويس، انت بتسرق في فلوسي، انت مش متحمل مسؤوليه، انت الامور دي كلها بتخلي النرجسي حياتها مع النرجسي بتكون اكثر تعقيد. خلاص، طيب لو احنا تخيلنا ان بعقلنا كده ان كل الصفات السلبيه، بس اهم حاجه ان الضحيه تكون معترفه بهذه الصفات. يعني مش شرط ان الصفات دي تكون موجوده في الضحيه يبقى الضحيه هتعترف بيها. لا، في ناس عندهم الصفات دي ولكن بينكروها، يقولوا لك لا انا كويسه جدا، انا متزنه جدا، انا كويسه، وهو اللي السبب، وهو اللي بيخليني، وهو اضطرابه اللي بيخليني اعمل كده، وهو. فاهم حاجه الصدق مع الذات، اهم حاجه انك انت تكوني فاهمه نفسك ومعترفه ان عندك العيوب دي، وازاي تبداي انك تحليها، انك تعدليها. خلاص، اول حاجه انك لو تخيلتي بعقلك ان العيوب دي مميزات، يعني انت مش انطوائيه، بالعكس انت بتحبي الناس وبتحبي تكوني اجتماعيه وبتحبي الصداقات والناس تجيلك وانت تزوري الناس والامور دي كلها. مجرد تخيل الافكار الايجابيه، مجرد انك انت بتتخيلي بدل الصفات السلبيه اللي عندك بتتخيلي بدلها صفات إيجابية أو العكس، وبتمرني العقل على كده وبتكرريها أمام نفسك كتير، ده بيديكي دفعة إنك انت فعلا تغيري من صفاتك، وبالتالي تغيري من السلوكيات اللي ممكن توقعك في مطبات كتير مع النرجسي. من الامور اللي بتساعدك على انك تحولي عيوبك لمميزات تخدمك في تعاملك مع النرجسي هو قلة اللوم. تجنب اللوم، ما تلوميش نفسك، دي نقطة. ما تعاتبيش نفسك، ما توجهيش نقد لاذع لنفسك، والنقد السلبي لنفسك بشكل
مبالغ فيه، بحيث انك انت يبقى عندك نوع من العناد. انت بتعندي مع نفسك، انا كده، انا شكلي كده، ان كان عاجبهم، هو انا كده يستحملوني بقى. الاسلوب ده هيخليكي مش قادره تماما انك انت تحولي عيوبك لمميزات، وبيخليكي كمان مش راضيه عن نفسك. وعدم الرضا عن النفس بيخليكي دايما عندك حساسيه ضد اي كلمه ممكن تجيلك من بره. بيبقى عندك اندفاعيه في الغضب. ليه؟ لانك انت عارفه عن نفسك 1 2 3، ومع ذلك انت بتنتقدي نفسك عليهم، مش بتحاولي انك انت تعدلي الافكار عشان تعدلي السلوك. خلاص، فبالتالي بتبقي حساسه جدا جدا تجاه اي نقد جاي من بره، او اي حد بيعلق على اي حاجه فيكي انت عارفه انه صح، او انت عارفه انه عنده حق، او انت عارفه انه على صواب. تمام، فبيبقى الموضوع مؤلم ليكي نفسيا جدا. خلاص، طيب من الامور برضو اللي بتساعدك على انك تحولي عيوبك لمميزات هو زيادة الاحتمالات الايجابية. زيادة الاحتمالات الايجابية، سواء احتمالات ايجابية في نفسك، انك انت متوقعة من نفسك دايما الخير والسعادة والرضا والتقبل، او الاحتمالات الايجابيه اللي جايه من الناس اللي حواليكي. انت بتحسني الظن دايما في الناس، ولكن مش بالاسلوب اللي يعميكي عن مصايب الناس او عن سلبيات الناس، فتلاقي نفسك فريسه او ضحيه لكل الناس اللي حواليكي. خلاص، زيادة الاحتمالات الإيجابية بتقلل من حديث النفس السلبي، وحديث النفس السلبي لما بيقل بتقدري انك انت تفكري بصفاء ذهن، بتفكري بوعي لذاتك، وبالتالي انت بتقللي كتير جدا، بتكوني عندك استبصار بكل حاجة فيكي، استبصار بمهاراتك وقدراتك، وبالتالي بتقللي من مخاوف اللي بتزود من الوسواس القهري عند بعض الناس، لان من كتر ما المخاوف بتزيد والاحتمالات السلبية اللي عندهم بتكون متزايدة. خلاص، ده بيكون انت بتغذي لا ارادي الوسواس القهري اللي عندك. خلاص، فبالتالي انت لا ارادي هتلاقي نفسك موسوسه على طول، وعندك توقع للامور السلبيه اكتر من توقع الامور الايجابيه، وده هيخليكي متشائمه اكتر، ومش قادره انك انت تعدلي سلوكك لما يرضيكي ولما يحفظ كرامتك ويحفظ تقبلك لنفسك علشان تواجهي النرجسي. خلاص، من الامور المهمه جدا 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 ان احنا للاسف احنا كلنا بننسى، يعني كلنا بننسى الانجازات والنجاحات اللي احنا بنعملها مع نفسنا. فيا ريت تسجلي وتكتبي اي حاجه ايجابيه انت عملتيها، وفي وقت ما انت متضايقه من نفسك او مش متصالحه مع نفسك، حاولي انك انت تقراي ايه الايجابيات دي اللي انت عملتيها او النجاحات اللي انت عملتيها. على فكره مش لازم تكون نجاحات على مستوى الدوله يعني هو ممكن تكون نجاحات بسيطه جدا، بس هي كان ليها واقع عليكي ايجابي، موقف حلو، ضحكه حلوه، موقف انت ضحكتيه مع اولادك، ضحكتيه مع اخواتك، اي حاجه ايجابيه انت في الوقت ده انت فعلا كنت من جواكي سعيده بيها، يا ريت تتكتب علشان ترجعي لها تاني في الوقت اللي انت مش متصالحه فيه مع نفسك. تمام، كمان عيشي النتائج لما انت بتعيشي النتيجة انت بتقللي من القلق والتوتر اللي بيصيبك اثناء تحقيق الهدف. ليه؟ لان الانسان وهو شغال وبيسعى لتحقيق الهدف هو مش عارف يا ترى هو هينجح ولا لا، هينفع ولا لا، يا ترى الطريق اللي ماشي فيه ده هيعود عليكي بمصدر دخل محترم ولا مش هيعود عليكي بمصدر دخل محترم. فالافكار والسلبيات دي بتشكل عائق كبير في تحقيق الهدف. لكن لما بتعيشي النتائج فانت عشتي الثراء، عشتي الكفاية، عشتي التقبل، عشتي انك انت خلاص وصلتي للي انت عايزاه، فبالتالي بيقلل من القلق والتوتر والافكار السلبية اللي بتصيبك اثناء تحقيق الهدف. كمان بيخلي تحقيق الهدف اسهل عليكي، وبيخليه بتخليكي اكتر ايجابية وبتبقي متصالحة مع نفسك اكتر. تمام، يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.